مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم نشرة أخبار الفضاء الإريترية لهذه الفترة، يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. مكافحة دودة الحشد الخريفية في منحيلي وأفعبد. مفوضية الثقافة والرياضة تعيد خطة عمل خمسية. فرع وزارة التعليم بالأوسط يعقد سيمينارا لطلاب الصف الحادي عشر. قتلى في تفجير بمسجد في شرق أفغانستان. زلزال في منجم للفحم ببولندا يؤدي لسقوط قتلى. رئيس مجلس الدولة الصيني في زيارة لأندونيسيا من أجل تعزيز العلاقات بينهما. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. يقوم سكان مديريتي منحيلي وأفعبد بإبادة دودة الحشد الخريفية المجنحة التي ظهرت في مزارع الذرة الشامية بمناطق محدودة في المديريتين. وقال خبير وقاية النباتات في مديرية منحيلي السيد بنيام عن برهان أن الوعي المسبق للمزارعين ساعد في فعالية عمليات إبادة دودة الحشد التي ظهرت في مساحة 48 هكتارا. من جانبه أوضح مسؤول الزراعة في مديرية منحيلي السيد منقسط عامة عن اقتلاع محاصيل الذرة الشامية التي يتم تنميتها في البساتين بموجب التعليمات الصادرة وإحراقها، داعيا المزارعين لمواصلة أعمال المراقبة والمتابعة قبل حلول موسم الأمطار. كما تم اقتلاع وإحراق مزارع الذرة الشامية في ضواحي قلامة وفلكة وكبكب وقادم حليب في مديرية أفعبد. وأوضح مسؤول مكتب وزارة الزراعة في مديرية أفعبد السيد حقوس قبرة نسائي أن إبادة دودة الحشد في المزارع التي ظهرت فيها تجرى بمشاركة شعبية واسعة. وأعلنت وزارة الزراعة أن جهود إبادة دودة الحشد الخريفية المجنحة في أماكن تواجدها تحقق نتائج مرضية. وضعت مفوضية الثقافة والرياضة خلال الدورة التأهيلية التي نظمتها بالتعاون مع مركز الكفاءة المؤسسية خطة عمل استراتيجية خمسية للمفوضية. شارك في الدورة التأهيلية التي استمرت لأسبوعين 62 عضوا من أعضاء المكتب المركزي للمفوضية وأقسام الأقاليم والاتحادات الوطنية واللجنة الوطنية الأولمبية. وتركزت الدورة التي اختتمت في 6 مايو على سبل ضمان كفاءة الإدارة وتنسيق الجهات الرياضية وتقوية القيادة وأساليب الحوار وتقوية وتشجيع مهارات الابتكار وتطوير ثقافة العمل الجماعي وأسلوب المتابعة والتقييم. وقد تم في ختام الدورة التأهيلية إعداد خطة عمل ل5 سنوات تستمر من العام 2019 وحتى العام 2023 تحوي رؤى ثاقبة لتطوير الرياضة وتهدف إلى الدفع بمميزاتها وحل أوجه القصور فيها والتعرف على الفرص الموجودة والأهداف والفجوات الرئيسية، فضلا عن مقترحات توضح الأعمال التي يتوجب تنفيذها. وقال مفوض الثقافة والرياضة سفير زمد تخلي أن التمكن من التعرف على أوجه القصور يعتبر إنجازا كبيرا، مؤكدا على العمل لتطوير الثقافة والرياضة في البلاد بالتركيز على الأولويات وتنسيق الموارد استنادا إلى الخطة الخمسية الموضوعة. يقوم المزارعون في ضواحي بلدة تكومبيا بجهود كبيرة لتنمية البساتين على ضفاف نهر القاش. وأوضح المزارعون بأن خصوبة التربة ووفرة المياه تساعد في تنمية زراعة الخضر والفاكهة على ضفتي نهر القاش. وأشار المزارعون إلى حصولهم على الدعم المتمثل في طلمبات ضخ المياه بعد تأطيرهم في جمعية، مما أسهم ذلك في زيادة إنتاجيتهم. وقال ممثل مكتب وزارة الزراعة في المنطقة السيد دبساي قالتها أن تنمية البساتين الجارية على مساحة 100 هكتار تسهم كثيرا في تلبية طلبات سكان المنطقة. عقد مكتب التعليم في الإقليم الأوسط سيمينارا لطلاب الصف الحادي عشر ممن سيتوجهون إلى ساوا لإكمال الصف الثاني عشر في مدرسة ورساي كالو هذا العام. وهدفت السيمينارات التي نظمت في 23 مدرسة ثانوية في الفترة من 18 من أبريل وحتى 4 من مايو بمشاركة 6000 طالب هدفت لتنوير الطلاب بخصوص التوجه إلى ساوا وسبل تحقيق نتائج مميزة في امتحانات الشهادة الوطنية. وأوضح المتحدثون في السيمينارات بأن ساوا التي هي منبع الوطنية والوحدة تعمل إلى جانب البناء الجسدي والذهني للشباب على تلاقح الأفكار وترسيخ الأخلاقيات الحميدة وغرس القيم الوطنية في الطلاب الشباب المتجمعين من كافة أنحاء البلاد، داعين الطلاب للاستفادة من الفرص والموارد المتاحة.
وأشار مسؤول وحدة المدارس الثانوية في مكتب التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ يوهانس سلمون إلى أن المحاضرات صاحبها شرحا بالمنشورات والصور. هذا وسيتوجه إلى مدرسة ورساي كالو هذا العام من الإقليم الأوسط أكثر من 6000 طالب، 54 منهم من الإناث. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. قم معنا. على الصعيد العالمي، قال مسؤولون محليون أن ما لا يقل عن 17 شخصا قتلوا، كما أصيب 34 آخرين في تفجير وقع في مسجد يستخدم كمركز لتسجيل الناخبين بإقليم خوست بشرق أفغانستان، في أحدث حلقة من سلسلة تفجيرات استهدفت الاستعدادات الجارية للانتخابات البرلمانية التي طال تأجيلها. وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية أن الناس تجمعوا في المسجد الذي يستخدم أيضا كمركز لتسجيل الناخبين في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أكتوبر. وقال أن الانفجار نتج فيما يبدو عن متفجرات وضعت في المسجد وليست عن هجوم انتحاري. وجاء انفجار يوم الأحد في الوقت الذي انتشر فيه القتال في مختلف أرجاء أفغانستان. وقال المسؤولون أنهم استعادوا السيطرة على حي في إقليم بدخشان الشمالي بعد أن سيطر مقاتلو طالبان عليه الأسبوع الماضي. وفي الجارة باكستان، لقي 23 شخصا مصرعهم وأصيب 11 بجروح جراء انفجارات ناجمة من تراكم للغاز في منجمين للفحم في جنوب غرب البلاد، كما قال مسؤولون. وصرح وزير المناجم صلاح بلوش أنه لم يعد هنالك مفقودون وأن عمليات الإنقاذ قد انتهت. قال مسؤول لشركة تملك منجما للفحم بجنوب بولندا ضربه زلزال أن فرق الإنقاذ أكدت مقتل عامل بولندي ثاني، وأنها تبحث عن 3 آخرين محاصرين على بعد نحو كيلومتر تحت الأرض. وكان الزلزال أدى في بادئ الأمر إلى احتجاز 7 عمال على عمق نحو 900 متر، وتم إنقاذ عاملين بعد أن تسبب الزلزال في انهيار جزء من النفق الذي كانوا يعملون فيه. وقالت شركة GSW أن نحو 250 شخصا كانوا يعملون في المنجم وقت وقوع الزلزال، والعمال المفقودون هم ضمن فريق مؤلف من 11 فردا كانوا يحفرون نفقا جديدا. استقبل الرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو اليوم الاثنين رئيس مجلس الدولة الصيني لي كيتشيانغ في قصر الرئاسة ببوجور. وقادر رئيس مجلس الدولة الصيني بكين أمس الأحد للقيام بزيارتين رسميتين لكل من أندونيسيا واليابان، وحضور الاجتماع السابع في اليابان لقادة الصين، اليابان وجمهورية كوريا. ويضم الوفد المرافق لرئيس مجلس الدولة شياو جي عضو مجلس الدولة والسكرتير العام لمجلس الدولة ونائب رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني ورئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح. انطلق صاروخ من طراز أطلس 5 متجها إلى المريخ من قاعدة فاندبيرغ الجوية في ولاية كاليفورنيا، حاملا أول مسبار آلي صممته إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا خصيصا لاستكشاف كوكب آخر غير الأرض من الداخل. وانطلق المسبار من على ساحل وسط كاليفورنيا ليتمكن السكان في قطاع عريض من الولاية من مشاهدة انطلاق أول مسبار أمريكي لدراسة الكواكب من الداخل فوق المحيط الهادي. وينفصل الصاروخ عن المسبار بعد حوالي 90 دقيقة من الإطلاق ليقطع 484 مليون كيلومتر وصولا إلى الكوكب الأحمر. ويصل المسبار إلى وجهته خلال 6 أشهر، حيث سيهبط على أرض سهلية ممهدة قريبة من خط استواء الكوكب. ويمثل المسبار الذي يزن 360 كيلوغراما الرحلة رقم 21 التابعة لناسا لاستكشاف المريخ، حيث كانت قد أرسلت دول أخرى نحو 24 بعثة للمريخ.
مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.